لما نقول عاوزين بسكوتة مقرمشة ومخرفشة وأول ما تنزل في كوباية الشاي تدوب على طول، يبقى على طول لازم نفكر في بسكوتة النشادر. ملكة السقسقة مجرد ما تنزلي فيها في كوباية الشاي تدوب على طول وما تلاقيهاش. أول حاجة عندي كيلو دقيق متعدد الاستخدامات أو دقيق خاص بالكحك والبسكوت، بشيل منه معلقتين كبار، والخطوة دي بالمناسبة اختياري لو مش عاوزين تعملوها، وبحط بدالهم معلقتين نشا. النشا بيدي قرمشة للبسكوت وفي نفس الوقت بيضعف عرق الدقيق لو انت مستخدمة دقيق قوي، فما ينشفش البسكوت معاكي. على الدقيق بنحط معلقة من البيكنج باودر، معلقة ممسوحة وزنها 8 أو 9 جرام، ورشة الملح، وبنقلب ونشيله على جنب. 350 جرام من السمنة بدخلها التلاجة ربع ساعة قبل ما اشتغل فيها. 350 جرام سكر بودرة وأربع بيضات بدرجة حرارة المطبخ، حجمهم صغير، لو البيض كبير استخدمي 3 بس. عندي برضو كيس فروتي برتقال، وعندي ربع كوباية من اللبن. اللبن دافي بضيف عليه معلقة ممسوحة من النشادر وزنها 10 جرام بالضبط. باقلب النشادر مع اللبن، ولازم اللبن يكون دافي علشان ينشّط النشادر. هتلاحظي كده إن اللبن بيحصل فيه فوران ورغاوي كده، كده النشادر بتاعتنا شغالة. هنيجي بقى دلوقتي في العجان أو بالمضرب الكهربائي أو بالمضرب السلك. البسكوت ده ما بيحتاجش ضرب كتير، مجرد بس ما بنلِف السكر والسمنة مع بعض كده دقيقتين ولونهم يفتح شوية، خلاص كده هيدّينا بسكوتة حلوة أوي. فمش لازم عجان، ممكن مضرب كهربائي وممكن عادي بالمضرب السلك أو بمعلقة خشب كده تقلّبي كويس، المهم إن أنتِ توصّليهم للمرحلة دي. السكر والسمنة مع بعض لونهم يفتح ويبقى كريمي كده. بعد كده بانزل بقى بالبيض، بيضة، بيضة، البيضة الأولى تختفي بانزل بالتانية وهكذا، ومع أول بيضة باضيف معلقة فانيليا. بنيجي بقى باللبن وبالنشادر باحط عليه كيس الفروتي، وطبعًا علشان النشادر بتتفاعل مع أي حاجة حمضية فهتلاقي بيحصل فوران عادي ما تقلقيش خالص. بنقلبهم وبنحطهم برضه بالتدريج مع التقليب. هاضيف بعد كده بقى المكونات الجافة اللي هي اللي جهزناها من شوية، الدقيق والبيكنج باودر والملح، باقسمهم على مرتين 2. باحط الكمية الأولانية وباقلّب لحد ما تختفي وباضيف الكمية التانية. أي بسكوتات ما بتتعجنش، إحنا ما بنبالغش في العجن أبدًا، مجرد ما الدقيق بيختفي بنوقّف تقليب تمامًا. دي عجينة بسكوت مكنة، العجينة بتبقى متماسكة مش زي بسكوت الزبدة اللي عملناه بالكيس، القوام بتاعها بيكون بالشكل ده ما فيش فيها تلزيق. بنلم العجينة بقى علشان نبتدي دلوقتي نشكّلها بقى في المكنة بتاعة البسكوت. باجيب الصاجات ما بادهنهاش أي حاجة خالص زي ما اتعودنا كل نواعم العيد، الصواني ما بتدهنش أي مواد دهنية. باشكِّل وباقطّع البسكوت وبارصه جنب بعضه، باسيب مسافة بسيطة ما بين كل واحدة والتانية، لإن هو لسه هيزيد سِنّة بسيطة جدًا في الحجم، بس سِنّة بسيطة أوي. وعشان بقى ضبط الشغل أهم من الشغل نفسه، باساوي بقى الأطراف بتاعة البسكوتات زي ما أنتِ شايفة كده بمقطع أو بسكينة. لو في بسكوتة معوجة باعدلها علشان يبقى شكله في الآخر متناسق كده كإنِّك جايباه من محلات حلوانية كبيرة. البسكوت بيدخل فرن مسخّن مسبقًا على حرارة من 170 ل180 على حسب الفرن بتاعِك، حرارة متوسطة، الرف الوسطاني بس، وبنشغّل المروحة علشان يلوِّن من فوق من غير ما نولّع الشواية. بياخد بالضبط 30 دقيقة في الفرن. لو ما عنديش مروحة في الفرن، باولّع الشواية كده على نار هادية بس يلوِّن من فوق وبعد كده باطلّعه. ممكن كمان بعد ما تطفي عليه الفرن تسيبيه في الفرن، من حرارة الفرن هيتحمّر وياخد اللون الموحّد اللي أنتم شايفينه ده. ما شاء الله البسكوت طالع حلو جدًا بنفس الحجم اللي دخل فيه الفرن، ولا نفش ولا فرش ولا النقشة بتاعته راحت، والحمد لله أنتم مجربين معايا البسكوت ده بقى لنا كذا سنة ورا بعض بتطبقوا الوصفة وبتطلع من إيديكم زي الفل. لو عاملين كمية كبيرة بنحفظ البسكوت في علبة تكون كبيرة وتكون محكمة لها غطا، أو حلة ألومنيوم برضه بتكون بتتقفل كويس. ما بين كل طبقة والتانية بنحط كيس بلاستيك وبنغلفه كويس بالاسترتش.